هو قال لك عايزني في ايه؟ لما يجي هتعرف. ازيك يا بني؟ ازيك يا معلم؟ فينك بعيد عننا يعني؟ تحت النظر. وامرني. ما يمرش عليك ظالم يا حبيبي، بس انا بقى ظالم. ليه كده يا معلم عيسى؟ هقول لك ليه يا حلت امك. اول حاجه اللي انا عرفت من براك ان العتاوله عايزين يقابلوا الحفار عشان يصرفوا البضاعه بعيد عن عيني، ولو خلصنا من اول حاجه مش هنخلص من تاني حاجه. ان العتاوله الحاجه اتسرقت من عبهم. فينك انت بقى من اللي بيحصل ده كله؟ عليا النعمه ما اعرف حاجه عن المصلحه ولا اعرف مين اللي سرقها. يا بني اديني اماره ان انا ما اجيبش ابنك واقتله الوقت قدام عينيك. وحياة ابني اللي اعرفه كله كنت باجي ارميه تحت رجلك. ما حصلش. من ساعه ما الحكايه دي بدات ما جبتليش خبر يبل الريق. اللي تأمرني بيه هعمله يا معلم. الحكايه دي اولها واخرها عندك، لو ما جتش معايا سكه وعلى الدغري وايمانات المصطفى هخليك تروح البيت كل يوم تلاقي عيل من عيالك ناقص. عندك ايه يا تقولهولي؟ العتاوله محرصين قوي من كل اللي حواليهم. يبقى انت كده مالكش عندي لازمه وهصفيك وقتي. ما تزفرش ايدك انت يا كبير، سيبهولي انا. جرالك يا حرب، ده البني يحب ان انا اظفر ايدي بدم. ابوس ايدك يا معلم، عليا النعمه هعمل اللي انت عايزه كله. النهيه دي يا بني النهي يا كبير. تقب وتغطس وتعرف لي البضاعه اتسرقت من العتاوله ازاي، ولو عاملين عليا نمره تعرف لي مكانها فين. حصل. دي كده اخر لمبه هنورها فوق راسك يا بني. اللي تأمرني بيه هعمله. اخفى يا. حصل. ما فهمتش النمره دي يا كبير، انت مشيته ليه؟ عشان الموضوع مش عند البني، بس عينك تفضل عليه، حركاته اول باول توصلني. اوامر.